وعزتي وجلالي إن أتاني عبدي ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه. من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. اهلا 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 بالحلوين، يا رب تكونوا كويسين. النهارده معاكم فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد. هنبدا الاول بالكيك. هبدا معاكم بالمقادير. هقول لكم على المقادير. هنحط نص كوبايه لبن او حليب، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، نص معلقه فانيليا سايله، ومعلقه كبيره خل. وهنضيف بقى، هنقلب لغايه ما السكر يدوب. هنحط كوبايتين دقيق، وهنحط نص كوبايه كاكاو خام، وربع معلقه صغيره ملح. وهنضيف بعد كده كيس كيك شيف. عايزه. وبعد كده هنضيف كيس الكيك شيف، هنحطه على على الخليط ونقلب. متقلقيش مش هيحصل له حاجه. عايزه تضيفيه على الدقيق براحتك يعني. هجيب بعد كده كوبايه ميه سخنه بتغلي يعني، وهنضيفها على على الخليط وهنقلب. فما تقلقيش يعني، هو تقيل. وبعد كده هيخف بالميه السخنه. هكون عامله صينيه جاهزه بالدقيق، ودهنها زيت او سمنه زي ما عندك. وهندخلها على الفرن 180 من تحت، وهتطلع زي الفل، تطلع طريه وتطلع جميله. بس انا قطعها سخنه. قلت اقطعها لكم تشوفوها يعني، بس كانت سخنه، هي محتاجه تبرد. في الافضل تسيبيها تبرد، لان هي ممكن تتكسر. انا كنت بطلعها بايدي علشان هي كانت من تحت لسه ما بردتش فما طلعتش. فانا هسيبها لما تبرد خالص. وبس انا باكل منها، هي طعمها جميل جدا وهشه. هي من غير بيض يعني. للناس اللي عندها حساسيه بيض او حاجه زي كده. بس طلعت جميله، وانا بقطعها قدامكم زي الكيكه اللي هو زي شبهها كده. فالحمد لله. بالهنا والشفا. جبت بقى شويه مشتريات. جبت بطاطس. البطاطس ب14 جنيه، متعرفيش ليه، ومش حلوة والله، فيها حاجات بحتت بايظة. يلا ربنا المستعان. وجبت شوية مكرونات، ولما صل على سيدنا محمد جبت شوية بهارات. الأول جبت كاكاو. جبت ده ب20 جنيه، كيس جاهز كده عند العطار، كيس ب20 جنيه. كاكاو خام، اللي هو الأسباني، بيبقى أحلى وأجمل يعني في الوصفات. وجبت بقى بخمسات كده توم باودر وبصل باودر وبابريكا. لا نسيت، يا رب اجيب بابريكا. وجبت كزبرة، وجبت بهارات فراخ وكركم وكاري ولما صلى على سيدنا محمد. وجبت ال7 بهارات يعني، جبت شوية بهارات اللي كانت ناقصاني يعني. انا بجيب الحاجات اللي هي مش متوفرة عندي. وجبت كيلو مكرونة قلم، الولاد عندي هنا بيحبوها. بس هي كانت جبتها سايبة من العطار، جميلة حلوة جدا من العطار سايبة، بس الشنطة اتقطعت فانا حطيتها في المصفى. وجبت جرجير حلو جدا، احنا بنحبه بنتعشى بيه مع العشاء او على جبنة، بيبقى حلو جدا. وجبت بقى جبت سبانخ. جبت ربطتين سبانخ كده من لسه يعني، هي لسه طالعة. بس حلوة طازة وما شاء الله جميلة جدا يعني. السبانخ اساسا بت بتبقى يعني بتقعد في التلاجة، ما بيحصلهاش حاجة يعني. انت ممكن تفرزيها بالسنة يعني براحتك. فانا هحطها بقى على جنب دلوقتي، وهقطعها بقى وهفرزها معاكم ان شاء الله. وجبت طماطم. الطماطم دي ب5 جنيه برضو، حلوة جدا، بس فيها حتت بايظة مش مشكلة، بس هي نفسها كويسة، مش بقى متفعصة بقى وفيها بايظ، لا هي جامدة فعلا، حلوة جدا يعني. جبت 2 كيلو ب10 جنيه. وجبت ايه تاني مو وجبت بصل. البصل الكيلو ب4 جنيه، فجبت كيلو وربع ب5 جنيه. على اساس كمان الشيل يعني، انا لما نزلت بقى السوق لقيت الشنط تقيلة،
فاخدت بنتي معايا بقى ايه، شلنا الحاجات سوا. فطبعا الحاجات دي كلها هتتحط في اماكنها. وجبت كيلو كبد وقوانص، وانا غسلتها زي الفل، وانا قاعدة حطيتها يعني في ميه وخل ومحلول الملح كنا بنعملها معاملة الفراخ عادية. وجبت وراك، جبت 6 وراك، هعملهم برضو ايه، هعينهم في التلاجة ليوم بقى ايه ما نحتاج كده يعني، قبل ما اكون مش قادرة انزل، مش عايزة انزل كده يعني، فبحب احط الحاجات في الفريزر. فجبت، قسمت بقى الكبد والقوانص نصين، حطيت نص في شنطة ونص في شنطة، على اساس ايه ابقى اطبخه ايه، في يوم كده يعني. ممكن اعمله على مكرونة، ممكن اعمله على الرز، في صينية بطاطس، اي حاجة يعني. احنا بنقضي ايامنا ونقضي اليوم يعني، علشان الغلا اللي احنا فيه في الدنيا دي، فبن ايه بنمشي امورنا يعني. والحمد لله ربنا المستعان. انا بقى جبت الوراك، قطعت بقى الدبوس لوحده، وسبت الايه الحته بتاعه الفخد دي لوحدها. فقسمت 3 تلاتات، يعني حطيت كل 3 في شنطه. والدبابيس دي انا هحط ال6 في شنطه عشان اعملها ايه، كريسبي وكده كرانشي، العيال بيحبوا. فهحطها في الكيس. هي طبعا انا غسلاها طبعا ومتنضفه وزي الفل. وطبعا ايه انا كنت هتبلها، وبعدين قلت ممكن ايه ما يعني ما اعملهاش متبله، ممكن اعملها حاجه تانية. فما تبلتش بقى، عندها في الفريزر على اساس ان هي ايه يعني تتعمل في يوم بقى إيه، ممكن فكره تتعمل في دماغنا كده غير اللي احنا يعني مفرزينها. فمرضتش بقى ابشر بصل واحط توابل وكده يعني. فهحطهم بقى في الفريزر، على جنب كده، في ان جنب الفريزر عامله جنب ركن يعني للحوم. ومثلا بقى شويه مكرونه باقيين، شويه عدس كشري، اي حاجه من دي، ده رف تحت. فانا بحطهم بالصينيه كده علشان ما تنزلش اي ميه، ولما تجمد بشيل الصينيه. هطبخ معاكم بقى ان شاء الله اكله اقتصاديه بسيطه، هي كلفتني 35 جنيه. اللي هي الرز والكبد والقوانص. الكيلو طبعا انا جايباه ب40 جنيه. ف20 جنيه نص كيلو، والرز برضو نص كيلو، فكده ايه 10 جنيه. إيه فانا بقى هعملها مع بعض. بشرت بصلة وتبلتها بالملح والفلفل والكمون وبهارة الكاري والبهارات الفراخ وكركم وكاري. وقلبتها البصلة كده في الزيت، وبعد كده ضفت عليها الكبد والقوانص وقلبتها، وحطيت عليها الرز. انا بحب اغلف الرز بالطعم التوابل، إيه، بالبهارات بالحاجات كده، وبعد كده بضيف المية، بحط مية سخنة علشان ما تاخدش وقت، وايه وننجز يعني. فانا هسيبها ايه تتقلب، وهقلبها يعني، واسيبها ايه تتشرب ميتها. وبعد كده هنقلها ايه في إيه يعني، هوطي عليها. او انا عندك شياطة وخايفة الحلة عندك مثلا ممكن تلزق او حاجة، حطي تحتيها شياطة. إيه انا طبعا بقيس المية بتاعة الرز، وبحط الملح بقى. انا حاطه ملح في البصل، بس عارفه ان انا حاطه ملح في البصل، فبضيف بقى ايه تكمله يعني، مش بزود علشان انا ايه حاطه ملح قبل كده عشان ما يطلعش حادق. انا تمام قست الميه، وكمان تمام اهي الميه اتشربت تماما. شوف شكلها جميل جدا وطعمها احلى. يعني التوابل بتدي طعم لذيذ، وهو يوم يعني نقضيه كده ايه، حلو يعني ايه، مش مكلف. فهي الأكلة دي سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت حلوة يعني، يعني مش وحشة، كلنا بنحبها. فالحمد لله، الحمد لله خلصت الغدا، وحطيت خيار مخلل ده انا شارياه. وده طبعا انتوا شايفين اللون، وطبعا الطعم جميل جدا والله، جربيها اسهل طريقة اللي عمل ايه الرز والكبد والقوانص. ممكن لو عندك تحطي إيه فلفل اخضر، تضيفي مثلا طماطمايه لو عايزه تغيري اللون. بس انا ايه بحب اعملها كده بالكركم والكاري وبهارات الفراخ، بتديها طعم جميل. وحطيت شويه 7 بهارات خفيف كده، لان هي حاده، لان القرفه فيها قويه جدا هي والجنزبيل، بس جميله جدا يعني. فانا بقى إيه يعني خلصنا الحمد لله واتغدينا الحمد لله رب العالمين. اخلص بقى إيه شويه المواعين، بقيه مواعين الغدا يعني، ومواعين الطبيخ. لكن انا ما عملتش مواعين وانا بطبخ، فقلت ايه عشان كنت جايبه فراخ ومعرفش ايه، فغسلتها قبل ما اعمل إيه قبل ما انضف الفراخ وكده. فدي بقى مواعين الغدا، ومواعين كوبايه شاي، هاتي كوبايه قهوه، كوبايه ميه، كوبايه عصير، مش عارفه ايه فتكون بقى المواعين دي، واللي ياخد معلقه ويرميها في الحوض وكده يعني. فمش عارفه يعني، ربنا يهدي الحال يا رب العالمين. فالمهم ان انا ايه
هاشطّب بقى المواعين معاكم إن شاء الله وكده. ونخلّص بقى الدنيا وكده. وبعد كده هنقطّع بقى السبانخ. أنا الأول كنت باعمل السبانخ، يعني باعمل بصلة وباحطّه ويعني أهبّطه خالص كده عشان ما ياخدش مكان في الفريزر. بس النهارده فعلًا ما كانش عندي وقت. فأنا قُلت أقطّعه كده وأحطّه بقى في الفريزر. وأنا صراحة كنت تعبت، لإن أنا نزلت السوق وجيت عملت الأكل وجيت يعني وعينت الحاجات في أماكنها، البطاطس والبصل والدنيا ديّة. وكمان وقفت عملت السبانخ، فتحس إن اليوم مُهلِك جدًا ومُرهق. فأنا باقطّع بقى السبانخ، باقطّع نُص السبانخ وبعد كده أقطّع الخضرة أحطها في النُص. وبعد كده أقطّع بقية السبانخ على أساس الخضرة كلّها تبقى منتشرة في كل السبانخ، ما يبقاش في يعني كيس فيه خضرة وكيس ما فيهوش. أنا رُحت للراجل قُلت له: "عايزة حباش للسبانخ." راح جايب لي. فخلّي بالِك إن في حباش للسبانخ وفي حباش للمحشي، في فرق بينهم يعني. فأنتِ خدي بالِك لمّا تروحي للراجل قولي له يا محشي يا سبانخ، على حسب أنتِ عايزاه لإيه. فأنا قطّعته تمام. فباقطّع بقى الخضرة، ما شاء الله كانت جميلة وكانت طازة، والسبانخ فعلًا كان طازة. أنا جايباها من اللي هي الفلاحين دول اللي بيبقوا قاعدين في السوق، مش من الراجل البياع يعني. بيبقى حاجتهم أحلى وأنضف، تحس إن هُم يعني لسه جاية معاهم من البلد. فالسبانخ كانت ما شاء الله، ما شاء الله جميلة جدًا، كانت ب5 جنيه. يعني هي أول ما بتطلع بتبقى رخيصة كده. يعني أنا جبت 2 كيلو، وإن شاء الله أمّا أنزل تاني بإذن الله أجيب 2 كيلو كمان. هي من السبانخ من الخضار المفضل عندنا هنا في البيت، هو والبطاطس والملوخية. لكن اللوبيا لأ، الفاصوليا البيضا لأ برضه، يعني مش غاويينها يعني. طبعًا القلقاس ده ما بناكلوش إحنا عندنا هنا. في ناس بتحبه وبتموت فيه وتجيبه وتخزّنه وكده. لكن أنا عمري ما كلته. مرّة كنت معزومة عند ناس، فعاملينه عاملينه شبه السلق والليمون كده. فأنا لسه باخد واحدة، فحسيت إن ده مش بطاطس، فباقول لجوزي: "ده إيه ده؟" قال لي: "ده مش بطاطس، ده قلقاس." فطبعًا ما حطيتش المعلقة تاني في الطبق لإن أنا ما اعرفوش وما عجبنيش. تعرفي لو أنتِ يعني مثلًا ما تعرفوش ودقتيه وعجبِك هتاكليه، ولكن إن أنتِ كلتيه كده ما دخلش دماغِك ولا عجبِك أبدًا، مش هتاكليه. وأنا نفسي يعني عن نفسي مش باحب أجازف في موضوع الأكل. أنا مش أي أكل أدوقه ومش أي أكل آكله. يعني أنا مثلًا أكلي شكله يغريني كده ممكن أدوقه، ممكن يعجبني وممكن ما أجربوش تاني. بس هي الناس أذواق سبحان الله، كلنا يعني بنتعلم من بعض وكده يعني. بس تمام، أنا خلاص بقى خلصت السبانخ، فكنت أغسل بقى معاكم الطماطم. طماطم حلوة والله كويسة جدا يعني. كنت هعملها صلصة وبعدين قلت ممكن احتاجها، فما رضيتش اعملها صلصة. فعايزة اجيب اللي هي طرية شوية، لان دي كمان كانت هتبقى فاتحة. لانها بيضة من جوه مش حمرا. فانا كده هقسم السبانخ على كام شنطة، 4 شنط، 3 شنط. فهي قسمتهم على 4 شنط. فانا بهبط بقى، بدخل الهوا جامد يعني، بخرج الهوا وبهبطها كده علشان ما تاخدش مكان كمان لما لان هي بتبقى هايشة. فانا بنزل الهوا خالص خالص، واروح ضغطة الكيس كده، واروح ربطها. وطبعا هرصها فوق بعضها كده. وهو تبقي يعني ما انتش فاضية بقى تطبخي يوم خضار او حاجة. فهنقطع تمام مع بعض السبانخ. تمام خلاص، انا خلصت كده الفيديو. ودي الحاجات اللي احنا عملناها سوا. فرزنا السبانخ وجبت شوية مشتريات. وكان يوم مرهق جدا، بس الحمد لله هو يوم نتعب يوم ونرتاح بعد كده. وادي الغدا الحمد لله اكلنا بالهنا والشفا. الحمد لله رب العالمين. والمكرونة طبعا والله المكرونة السايبة دي بتبقى من عند العطار، لذيذة جدا وحلوة. وعملت معاكم صينية الكيكة، يا رب تجربوها وتعجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. وجبت شوية المشتريات اللي هي الكاكاو والخضار وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.